ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة لقمة هنية. القناة محتواها روتين يومي ان شاء الله، واكلات اقتصادية، وكل اللي تعوزوه ان شاء الله هتلاقوه في القناة دي. احنا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم هنعمله فطاير اقتصادية بشوية مية ودقيق عاديين. فطاير حلوة تنفع للفطار والغدا، بين الغدا وبين العشاء في اي وقت تتاكل ان شاء الله. هتعجبكم واقتصاديه وباقل المقادير، وان شاء الله تكون فتحه خير كده باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كيلو دقيق، اي نوع دقيق انت بتستعمليه. انا بجيب ده الدقيق ده من فتح الله عادي، وساعات بجيب السايب. اي حاجه هتنفع، مش هتقول لا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق معانا، هنجيبه عليه باكو خميره. في ناس بتنشط الخميره بسكر وميه او سكر وشويه لبن، لا انا بحطها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. باكو الخميره كامل. معانا بيكنج باودر عشان ترفعها، يعني زي ايه، معلقه كبيره كده بتخليها هشه وجميله. معلقه كبيره بتخليها هشه وجميله. هنضيف لنا كمان معلقه خل، برضو ماده رافعه مش كتير. معلقه خل. هنضيف لنا كمان باكو فانيليا. هنضيفه كمان باكو الفانيليا. باكو فانيليا ده دريم بريحه البرتقال، هيخليها ريحتها جميله ونكهتها جميله. هنقلبه كل المواد الجافه مع بعض، وهنضيفه ذره الملح و3 معالق سكر كبار بيسكروا الفطاير من جوه، لان انا هعملها ساده مش هحشيها. اللي حابب يحشيها يحشيها، انا هعملها ساده بتتاكل مع شاي بلبن كده الصبح، العصر، بالليل. نقوله بسم الله. هنضيفه 3 معالق زيت وسط كده، 3 معالق بالعدد. نقلبه كله ده مع بعضه. هنضيفه الميه، اللي حابب يضيف لبن يضيف لبن، وفي بيعجنوها باللبن الرايب، وفي بيضيفوا عليها بيض، بس انا بعملها اقتصاديه كده بالميه بتطلع معايا زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف زيت الميه بالتدريج. اهم حاجه نعجنوها كويس. نضيف الميه بالتدريج على حسب العجينه ما تحتاج. ما بقدرش اقول لك احتاجت كوبايتين، احتاجت 3، على حسب ما بتاخد معايا هقول لك. نقلب المواد كلها لحد ما نحتاج ان انا هنستخدم ايدي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الفطار ده هتعجب ولادكم خالص، طريه وهشه واقتصاديه ما فيهاش اي حاجه. هو كيلو دقيق وشويه ميه بس. وفي اللي مش عايز يضيف السكر ما يضيفوش، انا ضايفاه بس عشان العجينه تبقى مسكره. نضيف الميه بالتدريج. نلم العجينه كده بايديا، ما فيهاش اي حاجه. الدقيق والخبيز وريحه الخبيز بركه في البيت، تحسسكم بالدفى كده، بركه في البيت خصوصا في ايام الشتاء. عجينه زي ما انتم شايفين كده، احنا كده بنعجنه فيها شويه، نعجنه فيها حلو. حسيت اني عايزه شويه ميه، حطيت لها شويه ميه عادي ونلت فيها عادي. اهم حاجه المجهود اللي بيتعمل في العجينه تلتها حلو. تاخدي ايه، مخبوزات، عيش، اي حاجه ان شاء الله. هنا هتلاقوا ان شاء الله معظم الفطاير ومعظم الرقاق الطري والعيش الشامي باذن الله. ويا حبايبي حبيب قلبي، بعد ما عجناها ولتيناها اكتر يعني زي 7 دقايق 10 دقايق كده، ولو ربنا يديله الصحه يطول اكتر من كده، بس انا مبقدرش عشان عندي تعب في ايديا. هنسيبوها نغطاها بقماشه نظيفه، فوطه نظيفه، اي حاجه نظيفه، ونسيبوها نص ساعه لما تخمر ونقطعوها مع بعض. حبايب قلبي، بعد ما عدت نص ساعه من التخمير خمرت وراحت زي الفل. ان شاء الله هنشكلها تشكيل سهل خالص، هيبقى سهل على اي حد باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خمرت وخدت خمرها المظبوط، هنشكلها تشكيل بسيط، كل كوره قد الليمونه اهي.
كل كورة قد الليمون، نحطها جنب بعض. يعني مش لازم يعني تبقى بيرفكت، يعني تبقى الحاجة بالشعرة عادي، هي كده كده هتخمر وهتمسك في بعضها. الخمر يعني هيضيع اي حاجة مش مظبوطة فيها. العجينة كانت بتلزق شوية، بليت ايدي، غسلت ايدي وبليتها سنة زيت كده. ايدي مش ميزان يعني يا جماعة، انا بعمل بالبركة كده وان شاء الله تطلع احسن حاجة. اهم حاجة الطعم. طبعا هنسيبوها لما تخمر تاني. هعمل لكم كمان واحدة عشان تبقى سهلة عليكم. تشكيل سهل كده، هيبان قدامكم ان العجينة مش مظبوطة يعني، لا هي مع الخمر هنسيبها كمان تخمر نص ساعة، كلها تمسك بعضها شبه خلية النحل، شبه الصينية اللي بتتعمل خلية النحل الايه الكاملة دي. ما تخمر هتمسك في بعضها تبقى زي الفل. احنا اللي هناكلوها يعني، مش هتروح مطاعم ولا حاجة. هنقطع العجينة كلها بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه ده وهنرجع لكم تاني. الرحيم بعد العجينة ما خمرت وخدت خمرها كويس، احنا هنشكلها الايه الكرات بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تشكلها الشكل اللي انتوا عايزينه، انا بجرب معاكم بس كذا شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله دي كده زي ما انتوا شايفين، زي ما نكونوا بنعمله كحك، فتلو كحك زي بيه اهي. موضوع سهل خالص مفيهوش اي حاجه، مش لازم الحاجه تطلع مظبوطه بالمسطره يا جماعه، احنا مش حلويين ولا شيفات ولا حاجه، احنا ستات بيوت عاديه خالص بس بنجتهدوا يعني. زي ما انتوا شايفين كده بنخلي التلاتة زي بعض، وامسك من هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتوا شايفين، ونعملها ضفيره زي ما نكونوا بنضفره ضفيره شعر اهي، ومنتهى السهوله اهي. ونقفل من هنا كده ونرص، نجيبه ونرصه على الصاج. هنسيبوها طبعا تخمر اهي زي ما انتوا شايفين. كمان واحده برضه عشان تبقوا عارفين، تبقى انتوا شفتوا معايا اهي زي ما انتوا شايفين كده. موضوع سهل خالص مفيهوش اي حاجه عقيده ولا اي حاجه اهو. بنلفوها كلنا 3 قد نفس الطول اهي. موضوع سهل خالص. عملت تاني واحده برضه عشان تبقى قدامكم اهي. نعمل لها ضفيره لما نكونوا بنضفروا شعر البنوته الجميله بناتنا كده الحلوين اهو. موضوع سهل خالص مفيهوش اي صعوبه اهو. شيلوها تتحط على الصاج عشان تخمر. هكمل الكميه كلها وارجع لي بعد ما خلصنا تشكيل حبيب قلب الضفاير، وعملنا اللي انتوا شايفينه كده حاجه اسمها خليه النحل. حطينا الكرات قد الليمونه جنب بعض جنب بعض، مع الخمره هيمسكوا بعض يطلعوا ايه قرص واحد. هنجيبوا شويه ميه عليهم نقطتين زيت للتلميع بس. في ناس بتحط لبن في ناس بتحط وش البيض، وبيجيبوا حبه البركه وبيجيبوا سمسم. انا ما اعتمدتش الحاجات دي كلها، هما شويه ميه على نقطه زيت ونلمعوا بيهم بس وش الايه الفطاير بتاعتنا كده عشان كلها تبقى اقتصاديه. ومن غير ما تبقى اقتصاديه احنا عمرنا ما نروحوا بنشتروها من الفرن اساسا وبيبقوا حاطين عليها نقطه لبن ولا بيدهنوا وشها حاجه. هما بيرشوا وشها ويحطوا ميه في بخاخه كده، سوى الحواوشي اي حاجه يبخوها بالميه كده وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده لمع حبه ميه على حبه زيت، وندهنوا خليه النحل دي كمان. بسم الله ما شاء الله. الفطاير برضو خمرت زياده ولسه هنسيبوها كمان 10 دقايق زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص هنسيبوها 10 دقايق كده، ربع ساعه تكون خدت تخميرها، ونخبزوها على درجه حراره 180 زي نظام الكيكه.
تاخد وش من تحت، وبعدين نولع عليها الشوايه. اللي عنده مروحه بقى في الفرن بيولع دي ودي، وان شاء الله. انا عندي ميكروف بتبقى اسهل عليه، بس انا عندي البوتاجاز العادي خالص اللي هو ناره من تحت، فانا هسيبها على درجه حراره 180 زي ما نكون بنخبز الكيكه. اول ما تاخد وقت نشم الريحه كده، ريحه المخبوزات طلعت، واختبرها كده بالمعلقه، ارفعها علي القعر بتاعها احمر، اطفي من تحت واولع من فوق تاخد لون ذهبي، ان شاء الله اخبزها واوريها لكم. السلام عليكم حبايب قلبي. احنا دلوقتي بعد ما خلصنا المخبوزات بتاعتنا الفطاير، خبزناها على 180 زي ما قلت لكم، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وده الشكل النهائي بتاعتها. ده بص الفطاير اللي هي خلية النحل، اللي بان ان انا ما كنتش ظبطها. لا، هي بتتظبط حتى لو حطيت اي حاجه عشوائي مع الخمر بتظبط نفسها زي ما انتم شايفين كده، طالعه متساويه، طالعه جميله. وادي الضفاير بتاعتنا هشه وجميله وطريه. هنقطعها واحده كده نشوفوها. هي سخنه لسه، هنستنى بس تبرد. بصوا قطنيه وجميله. بصي لسه الدخان بيطلع، قطنيه وجميله وهشه وريحتها جميله. عايزه اقول لكم اضافه اللي هي الفانيليا دريم البرتقال جميله 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 في الريحه وفي الطعم. بصوا طالعه هشه من جوه وجميله وطريه. بصي زي الفل. بصوا اللي هي الضفاير اسهل من كده مفيش، وما خدتش وقت ولا مجهود معانا ولا اي حاجه. مع كوبايه شاي بقى كده في العصاري بالليل في الفطار، العيال هيفرحوا جدا. خفيفه لذيذه وسهله. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه.